وصفتنا لليوم فطاير البافلو بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة. أول حاجة حتبل صدور الدجاج بصوص البافلو والزبادي وأقلبها، وبعدها في مقلة على النار حنزل الزيت وأضيف عليه الثوم المهروس وأنزل عليه الصدور وأحمرها وأفتتها، وبعدها في مقلة على النار حنزل الزبدة ملعقة دقيق وكوب من الكريمة والبهارات وأقلبها. هضيف عليها الذرة والبصل الأخضر والفلفل الأخضر، حقلبها وأنزل عليها الدجاج، وبعد أضفت عليها رشة من صوص البافلو ورفعتها. استخدم عجينة البيف باستري، قسمتها وحشيتها بالحشوة وقفلتها بهذه الطريقة، وبعدها في صينية الفرن حستخدم ورق الزبدة من إنتاج فود بيبر، منتج آمن وصحي مهما تعرض للحرارة أو الزيت، ومتوفر منه أشكال ومقاسات لكل الاستخدامات، وعن نفسي مرة أنصحكم فيه. حنزلها عليها وأدهنها بخليط البيض مع رشة من حبة البركة وأدخلها الفرن، وبعد ما طلعت ما أحكي لكم قد إيش لذيذة، وبالعافية عليكم، لازم تجربوها وتعتمدوها.